في ليبيا، يتم التعرف على بعض الكلمات والعبارات على نطاق واسع واستخدامها في المحادثات اليومية. على سبيل المثال، هلبة، هلبا، ووادد، وادد، كلاهما يعني الكثير أو الكثير. كلمة كشيك تترجم إلى ملعقة، في حين أن فركية تعني شوكة. يعرف المطبخ باسم كودينة، ويمكن الإشارة إلى غرفة الجلوس أو غرفة المعيشة باسم دار تقاعميز أو دار مقعد، دار تقاعميز أو دار مقعد، مما يعني غرفة ضيوف. منبيش، ما نبيش، يعني لا أريد. إن قول مبارك ما بردك يعادل قول أنا بارد الرأس أو هادئ، يترجم حرفياً إلى دمك بارد. كلمه ندوش أو نسبح بمعنى استحم بالساط أو فرشه بمعنى سجاد، كلمه فراش أو مندار بمعنى فراش نوم.